الحمد لله الواحد الأحد، قسم الأرزاق ولم ينسى أحد. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو المحمود جل جلاله والمصلى عليه محمد وآله. وبعد، عود إلى المتبوعين والأتباع، السعداء والأشقياء. شئنا أم أبينا، قبلنا أم رفضنا، علمنا أم جهلنا، تذكرنا أم نسينا. الخلق ينقسمون إلى قسمين: سعداء وأشقياء. والسعداء منهم الرؤساء السعداء، المتبوعون السعداء والأتباع السعداء. والأشقياء منهم الرؤساء الأشقياء والأئمة الأشقياء والأتباع الأشقياء. أين أنت في هذا الكون؟ نصيحتي لنفسي وإياك: احذر أن تكون من الأخسرين أعمالا. الأخسرين أعمالا، يعمل عمل ويسعى في الدنيا ومجتهد وبيشتغل 24 ساعة و20 ساعة و16 ساعة، وبعدما يعمل ويتعب من الأخسرين. نعم، قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من الأخسرين أعمالا؟ المتبوعون أو المتبوعين والأتباع الأشقياء. من هؤلاء؟ تدريب: افتح المصحف، اجعل بينك وبين المصحف صلة، واجعل بينك وبين التفسير صلة، وبعد الانتهاء من الحلقة افتح التفسير وتعلم قول ربك. من الأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من الأخسرين أعمالا الرؤساء، من الأخسرين أعمالا الوزراء، من الأخسرين أعمالا أهل البدع، من الأخسرين أعمالا الآباء، من الأخسرين أعمالا الدكاترة والصيادلة، من الأخسرين أعمالا الفقراء والبسطاء، من الأخسرين أعمالا كل هذا. احذر أن تكون من هؤلاء. من الأخسرين أعمالا؟ 1، اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا. 2، الذي يرائي بعمله من الأخسرين أعمال. 1 بيعمل العمل وقصد المفاخرة والشهرة وقصد وجه الناس. من الأخسرين أعمال أهل البدع، حتى قال بعض الصحابة: من الأخسرين أعمال الشيعة، بالنص من الأخسرين أعمال. قال بعض الصحابة: من الأخسرين أعمال الخوارج وأهل البدع من الأخسرين أعمال. قال بعض العلماء: المنان الذي يمن بالعطية من الأخسرين، أحبط عمله والعياذ بالله. فيا إخواني، الأمر جد خطير. أنا يكفي فقط أن أشرت إليك أن تعلم آية من كتاب الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في نفس الأثناء الذي يوجد في الخلق من حطم مستقبله وحطم حياته وحطم مستقبله في قبره وآخرته وفي الدنيا بمعاداته وبهجره وإعراضه عن الله ورسوله، وكان من الأخسرين أعمالا. في نفس الأثناء هناك أطفال يحسنون أخذ القرار في مستقبلهم. علي بن أبي طالب هو غلام صغير أخذ القرار أن يسير خلف رسول الله. انظر، طفل صغير، غلام صغير، أخذ القرار في اتخاذ القدوة الصحيحة. نفس المسألة غلام الأخدود الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، غلام طفل صغير أخذ القرار بأن يتبع العالم والعلماء الربانيين. وانظر إلى غير ذلك كثير. ماشي الحال. أصحاب الكهف أخذوا القرار بأن يخالفوا قومهم مع أنهم شباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أنت لست أقل من هؤلاء أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، أيها الكبير، أيها الملأ، أيها الصغير، أي إنسان يسمعني. أنت لست أقل من علي بن أبي طالب وهو غلام صغير، لست أقل من غلام الأخدود، لست أقل من فتية أصحاب الكهف، شباب وأطفال أخذوا القرار بأن يكون الرسول هو القدوة، مش أفلام الكرتون هي القدوة. أخذوا القرار بأن يكون الرسول هو القدوة، مش الموضة هي القدوة. أخذوا القرار بأن يكون الرسول هو القدوة، مش الرؤساء والوزراء أو الآباء أو أيما كان. أي إنسان في أي مكان هو القدوة إذا خالف الرسول. قدوتك
وإمامك يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذ بنا يا ابن القيم، يأخذ بأيدينا إلى أن يستكمل هذه الرسالة التبوكية، فيقول: النوع الأول، يتكلم عن النوع الأول من السعداء. قال: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم. ابن القيم بعدما انتهى من الكلام عن المهاجرين الأشقياء أخذ يتكلم عن المهاجرين السعداء. من المهاجرين السعداء يا ابن القيم؟ المتبوع السعيد رسول الله، ثم جاء بعد الرسول متبوعون سعداء وأتباع سعداء. من رأس السعادة في الأرض بعد رسول الله؟ الصحابة. رأس السعادة في الأرض بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، أهل بدر وأهل بيعة الرضوان الصحابة يا جماعة. رأس السعادة في الأرض بعد رسول الله، فاحذروا أن تسيروا خلف أي أحد غير الصحابة رضوان الله عليهم. لماذا الصحابة رأس السعادة في الأرض بعد رسول الله؟ ابن القيم يقول لك: قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أعد لهم جنات، أناس كانوا يسيرون في الأرض ومشهود لهم بالجنة. أبو بكر مشى على الأرض وقيل له في وجهه: أنت من أهل الجنة يا أبا بكر. عمر، عثمان، علي، الصحابة يا جماعة شهد لهم بالجنة ورضي الله عز وجل عنهم وهم على الأرض ما زالوا أحياء. هل وجد أحد في الكون في الأرض نحن رأيناه شهد له بذلك؟ الصحابة شهد لهم بذلك. إذن رأس السعادة اللي يدخل الجنة هو السعيد، الذي يعمل بعمله الجنة هو السعيد، اللي ربنا يرضى عنه هو السعيد. رضي الله عنهم ورضوا عنه. لو جئت بأي إنسان أغنى أغنياء العالم ودخل الجحيم إنسان فاشل، الجنة ودخل النار معذرة، لو جئت بأي إنسان لو بيشتغل 16 ساعة، لو أغنى أغنياء العالم، بيل جيتس، ستيف جوبز، قارون، أغنى أغنياء العالم ودخل النار إنسان فاشل. النار عنوان الفشل. ما الفائدة أنك تشتغل في الدنيا 16 ساعة وأنت من أهل النار؟ لأنك اتخذت قدوة غير رسول الله وتندم يوم القيامة. لذلك أنصح نفسي وإخواني وآبائي القدوة في رسول الله، ثم بعد الرسول الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن القيم: فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم وهم أصحاب رسول الله الصحابة رضي الله عنهم، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. كل من اتبع الصحابة بإحسان إلى يوم القيامة. الصحابة في القرن الأول، من اتبعهم في الثاني، القرن الثاني، القرن الثالث، الرابع، القرن ال15، وبعدين القرن ال16 وال17. كل من سار على طريق الصحابة فهم السعداء. قال: ولا يختص ذلك بالقرن الذي رأوهم فقط، هو القرن الثاني، وإنما خص التابعين بمن رأوا الصحابة تخصيصا عرفيا، أي تخصيصا اصطلاحيا يعني، ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن. ده تخصيص عرفي أو اصطلاحي. إنما كل من اتبع الصحابة وكان على طريقتهم إن شاء الله ستكون نهايته كنهايتهم رضوان الله وجنته. قال: وإلا فكل من سلك سبيلهم، سلك سبيل الصحابة في القرن الثالث، الرابع، الخامس، السابع. القرن بتاعنا كم؟ القرن ال15 الهجري. فالذي يسير على طريقة الصحابة في القرن ال15 اللي هو قرننا، حتى قرن أبنائنا وأحفادنا ال16 وال17، فهو ممن سار على منهج الصحابة، فهو داخل في ذلك. في السعداء يعني، فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان وليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة الإحسان، وأن الباء هنا للمصاحبة. والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. وقد قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا في الحاشية ينظر المدخل إلى المنهج السلفي للمختصر، كتاب يعني نسأل الله أن ييسر خروجه. المدخل إلى المنهج السلفي، معرفة منهج السلف الصالح الصحابة. نعرف منهج الصحابة في كل مسألة من مسائل الدين. اعرف قدوتك، اعرف الصحابة رضوان الله عليهم من رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن القيم: فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آية الجمعة في هذه الآية ربنا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في العرب رسولا منهم، في العالم رسولا منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، ده الأجيال التي جاءت بعد جيل الصحابة لما يلحقوا بهم. هذه الأجيال إذا صاروا على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم من الفضل والنعيم والسعادة ما كان للصحابة بسبب اتباعهم للصحابة رضوان الله عليهم، كل بقدره. والآخرون هم الذين لم يلحقوهم وهم كل من بعدهم على منهاجهم، لازم المنهج إلى يوم القيامة، فيكون التأخر وعدم اللحاق في الفضل والرتبة، فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يقبل هدى الله، مسألة، اكتب هنا مسألة، يبقى من السعداء؟ رأس السعادة الرسول. من رأس السعادة بعد الرسول؟ الصحابة. من رأس السعادة بعد الصحابة؟ التابعين للصحابة في كل زمان ومكان من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير، فهؤلاء هم السعداء المتبوعون والأتباع. مسألة، وهذه مسألة خطيرة جدا يتعرض لها ابن القيم، وهي حال الناس عند نزول الوحي. ابن القيم ألخص لكم الثلاث صفحات، هذه الصفحات الثلاث ألخصها لكم باختصار. ابن القيم هيفهمنا مسألة ويقول: في عندنا موضعين، الموضع الأول موضع حسي وهو الأرض، والموضع الثاني موضع معنوي وهو القلب. الموضع الأول الأرض، يعني كي تحيا لازم ينزل عليها المطر، وينزل المطر من السماء فتحيا الأرض. تمام. صنوف المزروعات، الفواكه والخضروات والحبوب والزروع، مستحيل تخرج من الأرض إلا بالماء، فالماء سبب الحياة، سبب المزروعات وسبب الحياة. على الموضع الثاني القلب. ابن القيم يقول لك: كما أن الموضع الأول وهو الأرض لا تحيا الأرض إلا بنزول شيء من السماء وهو المطر، كذلك القلب لا يحيا القلب ولا ينبت فيه الخير إلا إذا نزل عليه الوحي من السماء أيضا، فالوحي ينزل من السماء، الكتاب والسنة، فيحيا القلب بالوحي كما تحيا الأرض بالمطر، والمطر نزل من السماء والوحي نزل من السماء، وتحيا الأرض بالمطر ويحيا القلب بالوحي. طيب في الأرض بقى ابن القيم يقول لك: كما أن الأرض أقسام، المطر لما نزل من السماء مش الأرض كلها نبتت، ده في 3 أنواع من الأرض. في أرض خصبة ينزل المية فالأرض تشرب الماء فتنبت الأرض تنبت الكلأ والعشب الكثير. في أرض تانية صخرية تنزل المية من السماء تحبس المية فقط، فنستفيد منها فايدة ضعيفة ونأخذ الماء ونزرع به في مكان تاني. النوع الثالث من الأرض أرض بوار، ينزل الماء من السماء فالأرض تشرب الماء ولا تنبت شيئا. ده طبيعة الأرض. ممكن نقول لك القلوب نفس المسألة. الوحي المصحف والسنة جاءوا من السماء، الوحي نزل من السماء. هناك قلوب من بني آدم قلوب خصبة تتعلم العلم، تقبل الوحي، ترضى بالوحي وتقبل الوحي، فتتعلم الوحي وتعمل به وتدعو إليه فينجو في الدنيا والآخرة، زي الأرض الخصبة بالظبط. في قلب تاني أجادب، القلب رقم 2 زي الأرض رقم 2، قلب بيحفظ المصحف ويعلمه بس مش فاهم اللي فيه، فده إلى حد ما كويس، محفظ القرآن
أو الذي حفظ الوحي أو الذي نقل الوحي، رب مبلغ أوعى من سامع. رقم 3 وأحط المنازل قلب بور، إنسان يأتيه الوحي بيسمع المصحف كل يوم في ساعة القرآن ومعاه المصحف معاه في البيت وهو معرض عن المصحف ويجهل المصحف ولا يتعلم المصحف، ويأتيه الأمر من المصحف يقول لك لا نحكم غير المصحف، تأتيه السنة يقول لك لا قال الله قال الرسول لا، ويتخذ مناهج فاسدة. ده قلب بور، أرض بور والعياذ بالله. ده خلاص الكلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث، وهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. القسم رقم 3 ده، القلب رقم 3، وصفه الله عز وجل: حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إيه الحمار؟ لو احنا عندنا حمار والحمار عليه أسفار، أسفار جمع سفر، سفر يعني كتاب، هو الحمار هيستفيد شيء لو شال الكتاب على ظهره؟ نفس المسألة. الإنسان الذي معه المصحف ولا يتعلمه ومعه كتاب السنة ولا يتعلم الكتاب والسنة ولا يتعلم الوحي مثل الحمار الذي يحمل كتبا لا يستفيد منها. نعوذ بالله من هذا المسوى، إن الإنسان قدام المصحف وعلى التليفون بتاع المصحف وفي بيته المصحف ولا يتعلم المصحف كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل صعب. نسأل الله عز وجل ألا نكون مثل هذا المثل. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي أقسام الخلائق حسب قبول الوحي وحسب رد الوحي. قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعث به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، أهو كما ضربنا مثال، فكانت منها طائفة طيبة، واحد أرض خصبة طائفة طيبة قبلت الماء شربت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أنبتت فواكه وحبوب وصنوف المزروعات. ده أعلى المقامات، أرض طيبة. واحد عنده فدان واحد عنده أرض 10 فدادين ينزل فيها الماء، تشرب المية وتطلع له 100 طن 200 طن 300 طن 1000 طن من الفواكه. ده أرض جيدة جدا، ومن يلاقي الأرض دي؟ رقم 2 وكان منها أجادب، واحد عنده حتة أرض 10 فدادين ينزل فيها المية ما بتنبتش، أرض صخرية صحراء صخر يعني، بس ينزل فيها المية بيتحوش المية، يعمل فيها بير ولا حاجة أو بيرين فياخد المية ينقل بها مكان تاني، فائدة ضعيفة بس ماشي الحال. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة أخرى. الأرض رقم 3، واحد عنده أرض 10 فدادين بوار، ينزل المية تشرب المية وما تنبتش. بالله عليك لو أنت عندك أرض بور تبيعها بكام؟ صفر، لا تساوي شيء. الأرض البور لا تساوي شيء. قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا التقسيم يا إخواني واقع بين الخلق. احذر أن يكون قلبك قلب بور، احذر أسرتك تكون أسرة بور، وقتك يكون وقت بور، احذر ذريتك تكون ذرية بور بعيدة عن الوحي، احذر مجتمعك يكون مجتمع بور، احذر عمرك كله يكون عمر بور بعيد عن الله ورسوله. قال: فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب الحياة، المطر سبب الحياة والوحي سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب بالأودية كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وكما أن الأراضين 3 كما ذكرنا بالنسبة إلى قبول الغيث، إحداها أرض زكية الأرض الخصبة قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت ومنها يثمر النبت من كل زوج بهيج، فذلك مثل القلب الزكي الطاهر الذكي الفطن الفهم، فهو يقبل العلم بذكائه فيثمر فيه وجوه الحكم
ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسراره وأسرار معادنه أي معانيه، فهذا كمثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء. الثانية لسه في المثل اللي ذكره ابن القيم في الحديث، والثانية أرض صلبة، الأرض الصخرية قابلة لثبوت ما فيها وحفظه، فهذه تنفع الناس لورودها والسقي منها والازدراع، وهو مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمع، فلا تصرف فيه ولا استنبط بل للحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والمكسب، ولكنه حافظ لما لا يحسن التصرف والتقلب فيه. يعني هذا أوسط المنازل. أحط المنازل بقى رقم 3: أرض قاع، للأرض البور، أرض قاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع منه بشيء، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم. قلب لا يقبل قال الله وقال الرسول. القلب الذي لا يقبل قال الله وقلب الرسول قلب بور، عمره بور، مجتمعه بور، حياته بور. البور لازمته إيه؟ صفر. قال: لا يقبل العلم والفقه والدراية، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ. هو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن أن يمسك ولا يحسن يمسك مالا. ابن القيم ضرب مثل فقير ومسرف. الإنسان الفقير اللي عايش على الصدقات وأي حاجة تيجي يصرفها عمره ما يتغنى في يوم من الأيام، فده مثل سيء أيضا. فالأول عالم معلم وداع إلى الله على بصيرة، أعلى المنازل، فهذا من ورثة الأنبياء، وأنصح نفسي وإياكم أن نكون من هذا القسم. الأرض الطيبة، الأرض الخصبة التي تقبل الهدى ثم تعمل بالهدى وتتعلم الهدى وتدعو إلى الهدى وتحيي الهدى في الأرض. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي. أعلى الأقسام الأول، بعد كده القسم الثاني سعيد بقدر، بس القسم الثالث والعياذ بالله البور، نعوذ بالله من ذلك. فهذا أمر مهم جدا. ابن القيم شرح هذا الحديث في غير ما موضع من كتبه، من أفضل المواضع كتاب الوابل الصيب، فليراجع من أراد أن يقرأ فقه هذا الحديث، حديث أبو موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فليرجع إلى كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله. النوع الثاني الأتباع السعداء، فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. هؤلاء أطفال المسلمين سعداء، أطفال المسلمين سعداء لأنهم ولدوا لأبوين مسلمين. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألتناهم نقصناهم. أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما اتبعهم إياهم في الإيمان. ولما كانت الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم. يختم ابن القيم كلامه، يختم ابن القيم هذه الفقرة بكلام ماتع فيقول: وقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم، أشقيائهم وسعدائهم. السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه: أيها الإنسان كن عاقلا، الدنيا ثلج يذوب، البوضات ثلج يذوب، الأوقات ثلج يذوب، والعمل الصالح هو الذهب الذي يبقى. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر في أي الأقسام هو، هل يا ترى في السعداء ولا في الأشقياء؟ وهو لا يغتر بالعادة، لا تغتر بعادات والموروثات التي ورثت عبر الأجيال ويخلد إلى البطالة،
فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى من هو فوقه وبذل جهده والله ولي التوفيق، وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان، زمن الإمهال، قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أنصح نفسي وإياكم، العمل الصالح حلم كل ميت. أي إنسان يموت يحلم أن يعود إلى الدنيا ويعمل صالحا، ويحلم أن يرجع إلى الدنيا ويكون سعيد. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أمر خطير. اذهب إلى القبور ونادي الموتى، حدث الموتى. كل ميت يحلم أن يرجع إلى الدنيا ويعمل صالحا، حلم العودة، وبعد ما يحلم لا يتحقق هذا الحلم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني أمهلتني أرجأتني إلى أجل قريب، طولت عمري شوية، ليه بقى؟ فأصدق وأكن من الصالحين. بيحلم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. لا يتحقق هذا الحلم لأنه لكل أجل مسمى. إذن أنت في الحقيقة مش في الحلم. فلا تعرض نفسك أن تندم على عمرك، على كل دقيقة، على كل ساعة من وقتك. احذر أن تندم، واحذر أن تحلم حلما لا يتحقق وأن تعمل صالحا. أنت في الحقيقة، فاجتهد أن تسعى إلى ربك وأن تسابق إلى ربك وأن تطلب جنة ربك وأن تطلب عفو ربك ورضوان ربك لنفسك، لزوجتك، لأسرتك، لمجتمعك، لدولتك، لأمتك. اطلب رضوان الله لنفسك، اطلب جنة الله لنفسك، اطلب رضوان الله لزوجتك وأسرتك ومجتمعك، اطلب رضوان الله ورحمة الله وجنة الله لدولتك ولأمتك. فهذا شعار السعداء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في الدنيا والآخرة. هذا والحمد لله رب العالمين.